القط ذو الوجهين. ولد القط فرانكوا لوي وهو يعاني من تشوهات خلقية نادرة للغاية نتيجة لخلل وراثي، حيث جعله يمتلك وجهين وفمين وأنفين وثلاثة أعين. توقع الأطباء وفاته خلال بضعة أيام من ولادته، لكنه أدهش الأطباء ببقائه على قيد الحياة لمدة 12 عاما. خنزير بوجه قرد. في حادثة غريبة للغاية ولد خنزير بوجه قرد في مقاطعة فويتشو الصينية، لينصدم أهالي المنطقة من شكله المرعب، إذ لديه أنف غريب وعينان بأحجام مختلفة وفم مصاب بتشوهات خلقية، ولا يمكنه أن يرضع مثل الخنازير الأخرى بسبب شكل فمه، لذا يضطر مالكه لإطعامه الحليب باستخدام الزجاجة. والمدهش بالأمر أنه ولد مع مجموعة من الخنازير، ولكنه هو الوحيد الذي ولد بهذا الشكل الغريب. كلب لديه قدمين. ولد الكلب فيث وهو مصاب بتشوهات خلقية نادرة جعلته يمتلك 3 أقدام، فعثر عليه الرجل جود سترينغفيلو وأنقذه من والدة الكلب بعدما كانت تحاول التخلص منه. عنزة بوجه بشري. ولدت هذه العنزة الصغيرة في قرية نيموديا الهندية، وهي تعاني من تشوهات في الوجه جعلها تبدو بملامح بشرية. وتأتي العنزة بوجه مسطح وعينين غريبتين للغاية تشبهان عيون البشر، وأيضا بفم يشبه الفم البشري، ولديها آذان طويلة للغاية. زرافة بعنق أعوج. ولدت الزرافة المسكينة جيمينا بشكل طبيعي حتى بلغت سن 3 من عمرها، لتصاب بتشوهات خلقية في فقرات رقبتها جعلتها منحنية ب90 درجة، ولم يجد العلماء تفسيرا لهذه الحالة. واستمرت الزرافة في النمو وهي تعاني من هذه التشوهات، فصمدت 22 عاما. ماعز بعين واحدة. في حالة غريبة ونادرة للغاية. ولد ماعز صغير في الهند بحالة مرضية غريبة للغاية تدعى بمتلازمة التصقلب، ما جعل الجمجمة والوجه مصابين بالتشوه الخلقي، ليظهر بعين واحدة ودون أنف، ليصبح من اللحظة الأولى من ولادته إلها جديدا يعبدونه أهالي المنطقة. المخلوق الغريب. أصيبت إحدى القرى الفقيرة في تايلاند بالحيرة والرعب عندما ولدت أنثى الجاموس هذا المخلوق الغريب الذي لم يتعرف عليه أحد، هل هو جاموس أم تمساح؟ فقد عثر عليه ميتا. ويتميز هذا الحيوان بجلد متقشر كجلد الزواحف والتماسيح، وأما عن أطرافه فهي كحوافر الثدييات، ورأسه يشبه رأس التمساح، ويبدو من مظهره وكأنه حيوان هجين بين التمساح والجاموس. فما رأيكم أنتم يا أصدقائي بهذا المخلوق الغريب؟ ثعبان ذو رأسين. في حادثة نادرة وغريبة للغاية عثرت عائلة في ولاية فلوريدا الأمريكية على ثعبان ذو رأسين في منزلها، ليندهش الجميع بذلك، إذ يمتلك الثعبان رأسين ولسانين منفصلان ومتصلان بجسد واحد. والأغرب من ذلك أن لدى كل رأس دماغ منفصل عن الآخر يسمح لكل منهما باتخاذ قراره الخاص. لذلك قرر المسؤولون أن الثعبان سيعيش تحت الرعاية، لأنه يتخذ قرارات مختلفة بوجود أدمغة منفصلة. عنزة ب8 أقدام وجهازين تناسليين. ولدت هذه العنزة الغير عادية في كرواتيا، وهي تمتلك 8 أرجل وجهازين تناسليين مختلفين، واحد ذكري والآخر أنثوي. ويقول الأطباء البيطريون أن سبب ولادة العنزة ب8 أقدام وجهازين تناسليين مختلفين لوجود توأم آخر في رحم الأم لم يكتمل نموه ولم ينفصل بشكل كامل. غزال على شكل فأر. أما عن هذه الحالة فهي غريبة ونادرة للغاية، أذهلت العالم بأكمله، إذ شهدت حديقة حيوانات بريستول البريطانية ولادة غريبة لحيوان جميل يجمع بين صفات الغزال والفأر المالوي، حيث أن جسده الصغير يشبه شكل الفأر، في حين أن وجهه يشبه الغزال، فلا يتعدى طوله 20 سنتيمترا، وهو حيوان مسالم وخجول للغاية. فسبحان الله. السلحفاة ذات الرأسين. أما عن هذه السلحفاة فهي في غاية الغرابة، إذ ولدت برأسين منفصلين وبجسد واحد، يعمل كل رأس منهما بشكل مستقل، ويخرجان في أوقات مختلفة لاستنشاق الهواء، كما أنه يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم. والأغرب من ذلك أنها تمتلك 6 أقدام مختلفة عن السلاحف التي في العادة تمتلك 4 أقدام. قطة لديها 4 آذان. ولدت القطة المسكينة ميداس في شوارع أنقرة، فعثرت عليها كانيش دوسيميتشي لتنصدم بشكلها العجيب، إذ وجدت القطة ولديها 4 من الآذان، لتقرر كانيش تبنيها وتذهب بها إلى الطبيب لفحصها، لينصدم هو الآخر بشكلها الغريب. وعلى الرغم من امتلاكها ل4 آذان إلا أن آذانها سليمة وجميعها متصلة بالقناة السمعية. فسبحان الله.